في رجال مظاليم في حاجات انتم ما بتعرفوها، بيكون صابر عليها سجم هي ورماد وفي اي شيء، مغلوب على امره، يسوي شنو؟ لكن عشان هو ناس، عشان هو ود مرة ربته بطريقة صحيحة، ما داري يأذيها، بعاين لحاجات كثيرة، بعاين انه عنده اولاد، عنده كده كده كده، بيقول لك والله انا مثلا فترة بقعد اربى اولادي ديل، طلعهم لبرا الامام، بمشي بجيب حلالي، انا ما بغلط ولا بعمل تمام. فانا ما قادرة افهم يعني. لكن في ناس كده حسبي الله ونعم الوكيل. قمة التفاهة. فأنا أتمنى رسالتي دي تكون بمثابة التوعية، ولو ما عجبتكم خلاها في محلات، أنا ممكن أكون صح ممكن أكون غلط، عادي جدا يعني. أنا ما زول متمسكة شديد في الحياة إنه بس أنا الصح وكلامي الصح وهو لازم يكون صح. ممكن عادة أكون أنا غلط والناس اللي أنا شايفاهم غلط ديل هم يكونوا الصح، بس الدار أقوله يعني بمثابة التوعية إنه يا أخواننا موضوع الصح والخطأ في الحياة ما مرتبط باللون، ما مرتبط بالقبيلة، ما مرتبط. ونحن في السودان ده بقول لك البطن بطرانة عادي، في بيت بتلقى فيه وده أخضر وده أسمر وده أقل سمار، وفي زول بيكون أبيض تقول ده ذاته ما ولدهم، عادي جدا. هسه أنا دي عندي أختي بنقول لها زيتونة خدورية وحالاتها أحلى مني أنا دي ذاتي يعني، أنا لو أنا أفتح منها لكن هي سمحة أسمح مني، خدورية حالاتها بنقول لها زيتونة حلوة جميلة الله يحفظها. ما عنده علاقة. السودان ده البطن فيه بطرانة، في زول بدعاي ليه كده بتقول ده والله يمكن جاي عديل شكله من جنوب السودان، صح ولا ما صح؟ لكن لا بتلقى أهله كده، ده كده عادة طبيعي جدا. فالموضوع بتاع الغلط والصح ما عنده علاقة، ما عنده علاقة باللون، ما عنده علاقة باللون، ما عنده علاقة باللون. يعني ما عشان هي عملت كده الناس يقول لك والله دي بت كده وجاية من القبيلة الفلانية وعشان لونها أصفر وبت جلابة وبت كده وبت كده وسمحه وما عارف لك شنو، وانت ذاتك في لقيت لي فيديوهات كده تافهه وسخه جدا. في واحدين عادي قالوا لو انت ما مشيت شفت روحك في المرايه انت الاغبش ده، انت ما بعرف الفاظ انا ما بحب اقولها ذاتي، ما بقولها والله، كلام ما سمح. المهم ففي ناس دارين يقول لها امشي شوف روحك في المرايه انه انت زول باختصار شديد زول شين، وهي بتسمحها. انت من البدايه موضوع الزواج ده كان تفكر فيه انه موضوع بتاع مصلحه، لانه انتوا شكليا ما بتتوافقوا مع بعض. عليكم والله انتوا عندكم دين واخلاق، بتخافوا والله انتوا. علاقته شنو ده علاقته شنو يعني؟ هو الشنا والسماحه دي اللي بيحددها منو اللي بيحدد ده شين وده سمح؟ منو اللي بيحدد ده شين وده سمح؟ هو انا ذاتي لو جو سالوني يعني الولد لو ده صح صور الخاتمنا دي هو ذاته اوجه منا على فكره، اوجه منا. منو اللي قال لكم؟ في ناس سمر والله يا حالاتهم حلوين، كان اولاد وسمين وكان بنات جميلات خضر. انا دي عندي اختي خدوريه جميله من خاف على عديل ما يسحر، ومرات كان جو ناس بنقول لها خش جوا حلوه جميله لانها جميله. ما عنده علاقه الكلام ده باللون، الغلط ما عنده علاقة باللون. في بنات ناس أجمل من البيت دي بمراحل، ما بتقدر تعايلها مرتين من السماحة، ما بتقدر تعايلها مرتين من الجمال. بيت رجال وقاعدة ماسكة بيتها وبتكون لقت لها الله ده بس جسمه عشان تكفر ذنوبها، عشان الله كاتب لها الجنة ما معروف ليه. أدى راجل سجمان ورمضان، يعني في النور ممكن ما تقدر تشوفه لكن هي صابرة عليه. جابت منه عيال أو ما جابت منه عيال بس لأنه ابتغت وجه ربنا سبحانه وتعالى وقعدت، لأنها بنت رجال قعدوها قالوا لها اقعدي وامسكي بيتك وما عندنا مرة بترجع واستعوضي ربك وإن شاء الله ربنا يصلح حالك وبكرة بكون أحسن، ولو صبرت عليه ولك الجنة. يا ما في نسوان صابرات على الرجال، يا ما في نسوان صابرات على الرجال. فما عنده علاقة باللون وسمحات. الوحدة كان مشيت بيتها فتحت لك الباب بتقول دي حورية جاية من الجنة، بتخاف انت ذاتك تخش بيت زي ده فيه ناس سامحين كده. قاعدة لا مع راجل ما تستاهلوا. والعكس صحيح، في أولاد ناس ولو أصلا فهمكم بالألوان وبالحياة دي
اولاد ناس ذاتك تقول اقسم بالله العظيم دي ذاته معرسه كيف وصابر عليها وعليه مسجمه ورماده وقله ادبه. ما عنده علاقه، ما عنده علاقه باللون. الله يمرضكم يا اخي. هسه القصه دي لو كانت حاصله العكس، لو كانت البنت دي خضراء والواد ده اصفراني، كان الناس حتقولوا الكلام ده. عشان اوريكم الناس العيانين الطوال عندهم مرض، بس عندهم حاجه عقده اسمها شمال السودان، عندهم عقده اسمها الناس الصفر، عندهم عقده اسمها الناس البيض، المعقدين العيانين العنصريين ديل. طيب لو عكسنا الموضوع كان حيكون نفس الحته؟ كان حتقولوا نفس الكلام ده؟ ما كان حنلقى الكلام ده، صح؟ إذا دي العقدة الموجودة، ما حقول في السودان بس في كل العالم، بتاعت الحرب بين الأبيض وبين الأسود. دي عقدة وحرب متوارثة، فكرة الأبيض والأسود. بس الناس عشان جات لقت هنا في القضية دي طوال بدي فاتحة درجة هو ذاته شن اللون، يعني لو زحوا منا الضوء الإضاءة وزحوا منا الحاجات بتكون لونها قريب لراجلة ده، يعني ما فايتاه شديد يعني. وينه اللون يعني؟ السودان ده ما فيه زول أبيض، بس الناس في تخيلي لو كان اختلف الكيس ما حتقول كان كلام ده. لكن دي الفكرة بتاعت العقل العيان اللي هي مسألة التوريث اللي ورثوكم له، إنه الأبيض وحسب الحروب والمشاكل اللي حصلت هو عنده السيادة وهو عنده الريادة وهو في المكان الأعلى وما دونه هو الأسفل. فما عدا الأبيض هو كده طوال. الناس لما لونه درجات شوية أفتح وهو طوال يسموه هو ود الغبش ود الكادحين ود المساكين وإنت يا يم ما بعرفوا شنو داك وإنت ودي الزول ليه وديتوا الموضوع لحتة زي دي؟ ليه وديتوا الحتة في حتة زي دي؟ هاي الفرق زي ما قلت في الكريمات. بس يعني هسي الولاد ده ماله والله العظيم مشين، لكن انتوا بس هاي حقارين. المجتمع ده بس بعين زي دي. انا لقيت لي واحد والله العظيم شدة ما غصت عليه لو في طريقه كانت دي بوكسي جوا الفيديو بتاعه ده، لكن ما في طريقه. يعني تمنيت من الصيني ده كان يعمل لنا حركه بدل تعلق تقوم لو زولت ما غصت منه شديد تمسكه جوا الفيديو وتعمل له الحركه دي. شدة ما حركت منه. قال للشاب ده قال له انت ذاتك ما عاينت لروحك دي في المرايه قبل تمشي تعرس البيت دي. اما انا مشيت فتشت الصوره قلت كأني اشوف الزول، قلت والله العظيم انت شكلك اللي عامل الفيديو ده ما انت اللي روحك في المرايه. هو ذاته اوجه منه. يعني الزول ده بس لو زي ما قلت يا اسمك منه الفرق في الكريمات، عملنا لي نفس الموضوع بتاع الكريمات ومشى كده ظبط نفسه واخد له ساونا مرتين ثلاثه وجلخ لي جلختين عرفتوا وروق كده. هما دقوا البرد حق الغربه دي ومهم يعني كده. كان والله العظيم مبالغة ذاته يعملوه يقول لك ده يكون عارض أزياء. والله خواجة ذاته بيجي بيشاكلوا فيه. منو قال لكم شيء؟ انتوا ليه رابطين السمار ولا الخدار بالشنة ورابطين البياض بالجمال؟ أنا ما عارفة عقولكم دي مالها. هو ذاته لو لقى لي حبة روقة كده وحبة كريمات وحبة صنفر ومشى خش له صالون كده ظبطوه ما بتعرفوا ذاته ده الزول ده. مينو قال لكم؟ خليناكم الله. اختيار أصعب حاجة. ما أنا عملت لكم يا كوتو في لايف كنت بتكلم فيه انه شوفوا ما هو الاختيار ده يا اخواننا انت لازم تكون خدت توقعات في الحياة بغض النظر مقياس الجمال يتغير حال ملك الجمال العالم خضراء. وهو ليه نحن ننتظر يا توته لحد العالم ده يجيب لنا ملك الجمال يخط لنا في الصدارة خضراء عشان نقتنع انه مقاييس الجمال ومعايير الجمال مختلفة؟ يعني هسه انا دي المعلومة دي عرفتها منك انت قلتي ملك الجمال. أنا ما في حاجة اسمها ملك الجمال، لأنه أول حاجة الموضوع ده خدعة أنا ما مقتنعة به، وكده نطلع من الموضوع نرجع ليه شوية. ما مقتنعة بموضوع ملكة الجمال دي لأنه لا الناس اللي بيعملوا المسابقة ديل ما شاورونا كلنا، يعني ما شاوروا كل الرجال، ما شاوروا كل كوكب الأرض. الجميل في كوكب الأرض ده منه ما معروف،
هم ما كل النساء قاعدين يشتركوا عشان هم يحددوا ان دي ملكة الجمال. مين قال ملكة الجمال؟ هم مخلينا لغويا الموضوع مفتوح انه ملكة جمال العالم. منو قال لك؟ انا بشوف انه لا، لغويا الصح انك تقول ملكة جمال المشتركين من العالم هي دي. منو قدموا لك 100 ألف 500 قدموا في ابليكيشن كده شالوه عبوا ماله. انا هسي ما قاعد اعبي الابليكيشن ده، انت يا توته ما معبيه الابليكيشن ده، معانا كم واحده ما معبيه، ما عبته، ما عملته، ما عبته. فنحن ديل ما محسوبين مع الناس ديلك. وفي ناس نحن ما شفناهم، لا انت شفتيهم ولا انا شفتهم، ما شفناهم وهم ما شافوهم اللجنه المنظمه دي. فكيف